دكتورة عمرها 60 سنة، صحتها مثالية وتشارك في الماراثونات، وفجأة تمرض في يوم عادي، وبعد يومين فقط تموت بعد 8 سكتات قلبية. لكن التشريح كشف شيء صادم: ماري ما ماتت طبيعي. قصة اليوم عن ماري. انولدت يوم 18 مارس 1955 في نيويورك، وكان عندها إخوين و5 أخوات. ماري كانت إنسانة طيبة جدا. لو جاء مريض ما عنده فلوس كانت تعالجه مجانا، أحيانا يجيبون لها بس البيض وهي تقبله. لكن يوم 20 يوليو 2015 كل شيء تغير. صحيت ماري عادي، فطرت وراحت للعيادة. وقت الغداء شربت بروتين شيك فقط، لكن فجأة بدأت تحس إن جسمها مو طبيعي. الصبح بيل كان يطالع فيها، وجهه شاحب. قال لها: لا ماري، لازم نروح للطوارئ الحين. الساعة 10 ليلا فجأة طاحت على الأرض وبدأ الكابوس. واليوم اللي بعده جتها أول سكتة قلبية. لكن المصيبة مو هنا، اللي صار بعدها ما يدخل العقل. جتها 7 سكتات قلبية تانية ورا بعض. تخيلوا، 8 سكتات قلبية في يوم واحد. وفي النهاية ماري ماتت. لكن الصدمة ما كانت في موتها، الصدمة كانت في نتيجة التشريح. الأطباء اكتشفوا أن ماري ما ماتت طبيعي، بل انسممت. مين ممكن يسمم دكتورة ناجحة طيبة وما عندها أعداء؟ والأغرب من هذا كله إن الشرطة في البداية ما فتحت تحقيق، لكن بعد فترة وصلت لهم رسالة مجهولة. رسالة تقول إن قاتل ماري الحقيقي واحد من عائلتها.